كنا فاكرين إننا لقينا كل أوجه الترابط بين بيبا بيج وبن وهولي. كنا غلطانين. هنا كل اللي فاتنا. يلا نبدأ بالدليل إن الجنيات فعلا موجودين في عالم بيبا. في حلقة جنية الأسنان بيبا سنها وقع، وبابا بيج قال لها لو نامت جنية حتيجي وتبدل السن بعملة. كل اللي بيتفرجوا افتكروا إن بابا بيج هو اللي هيدخل أوضتها وهي نايمة ويحط العملة تحت المخدة، بس ده مش اللي حصل. جنية حقيقية فعلا ظهرت، خنزير صغير بيطير وظهر بطريقة سحرية فعلا، وكان شايل عملة من عالم تاني، وده بيغير كل حاجة. لأنه لو الجنيات حقيقية في عالم بيبا يبقى المملكة الصغيرة عالم الجنيات، والأقزام السحر اللي بن وهولي عايشين فيه مش مجرد قصة في كتاب ولا صورة على الحيطة. المملكة دي فعلا موجودة في مكان ما في عالم بيبا. نفس المبدعين هم اللي عملوا العالمين، والحلقة دي بتأكد بهدوء إنهم دايما كانوا مقصودين يكونوا متصلين ببعض. نروح بقى لكريسماس بيبا. بيبا وجورج بعتوا جواباتهم لسانتا واختاروا شجرة كبيرة قوي وناموا في السرير بالليل، لكن المفاجأة الحقيقية بتحصل لما سانتا يجي بنفسه. لو ركزت كويس في السقف فوقه هتلاقي صف كروت كريسماس متعلقة، وواحد منهم عليه صورة بن إلف، بس ده مش بن اللي انت عارفه. من الحلقات الجديدة الإصدار ده لابس طاقية بنفسجي وتيشيرت أخضر. ده كان شكل بن في النسخة التجريبية من أيام بن وهولي في مملكة الأقزام. شخصية أغلب الناس عمرهم ما شافوها حتى، معلقة من غير ما حد ياخد باله على كارت كريسماس في أوضة المعيشة عند بيبا. بس هنا الموضوع بيبقى أكتر إثارة. سانتا بتاع بيبا وسانتا كلوز بتاع بن وهولي هما نفس الشخص بوضوح. لو حطيتهم جنب بعض الشبه بينهم مستحيل يتجاهل. الاختلاف الحقيقي الوحيد هو إنه نسخة بن وهولي شكلها أصغر وأنحف، كأنها نسخة أقدم من نفس الشخصية. ولو ده مش كفاية، كمان مؤديين الأصوات بيخلوا الموضوع مريب أكتر. في بن وهولي سانتا صوته ريتشارد رايتنجز، نفس الممثل اللي بيعمل صوت بابا بيج. لكن في بيبا بيج سانتا صوته ديفيد جراهام اللي بيعمل صوت العفريت العجوز الحكيم في بن وهولي. ممثلين مسلسلين وبيبدلوا الأدوار، ده مش صدفة. ده المسلسل بيقول لنا بهدوء إنهم عايشين في نفس العالم بس في أوقات مختلفة. من بين كل الشخصيات اللي بتتنقل بين المسلسلين دول، الكابتن ريدبيرد هو أكتر واحد بيعمل كده. هو بيظهر في كذا حلقة من بن وهولي، وحتى لو حجمه بيتغير بين المسلسلين كل حاجة تانية زي ما هي، نفس الدقن، نفس اللبس، نفس الطاقة. مفيش نقاش إن ده نفس الشخصية. ولو المسلسلين فعلا في نفس العالم يبقى ريدبيرد أكيد عارف بالظبط مدخل المملكة الصغيرة فين. وده كمان بيشرح حاجة كانت دايما غريبة شوية، ليه قبطان قراصنة عايش أصلا في مدينة بيبا؟ هو كان معاه كنزو، مفيش سبب يخليه يفضل موجود. بس دلوقتي الموضوع بقى منطقي جدا. ريدبيرد ما كانش بس قاعد في مدينة بيبا، هو كان عايش حياة مزدوجة، بيقضي وقته رايح جاي بين عالم بيبا ومملكة الجنيات، وبيخوض مغامرات ولا أي مسلسل فيهم شرحها بالكامل. هو ما كانش تايه، هو كان عارف بالظبط هو رايح فين. ودلوقتي مع الدليل الجاي يلا نرجع لأول الحكاية، لبداية مسلسل بن وهولي في المملكة الصغيرة. المسلسل بيبدأ بالقزم بن والأميرة هولي، وهم بيقدموا نفسهم ومعاهم جاستون الدعسوقة. بس هنا الموضوع بيبتدي يبقى شيق. المقدمة المرحة دي شبه بالظبط بداية مسلسل بيبا بيج. بيبا وعائلتها بيعملوا نفس الحاجة، بيبتسموا للجمهور وبيعرفوا نفسهم وبيجهزوا الجو. ممكن يكون عائلة بيبا هي اللي ألهمت سكان المملكة الصغيرة السحريين. يمكن الخنازير بقوا مشاهير من غير ما يعرفوا حتى خارج عالمهم. ودلوقتي عندنا واحدة واضحة جدا، أول ما تشوفها هتستغرب إزاي فاتتك قبل كده. في حلقة حدوتة قبل النوم بابا بيج قاعد يقرأ لبيبا وجورج قبل ما يناموا. كل حاجة شكلها طبيعي جدا لحد ما تبص على الكتاب اللي في إيده، هتلاقي على الصفحات المفتوحة واضحين زي الشمس بن وهولي بألوان كاملة وأجنحة الجنيات والقبعات المدببة وكل حاجة. ولما بابا بيج يقفل الكتاب الغلاف الخلفي بيبين صورة شبه قصر المملكة الصغيرة بالضبط، وهو قاعد على التلة ومحاط بالسحاب. بابا بيج مش بيقرأ قصة عشوائية قبل النوم، هو حرفيا بيقرأ عن أحداث مملكة بن هولي الصغيرة لأولاده كأنها كتاب تاريخ. ودي واحدة واضحة جدا في حلقة دجاج جدتي بيج. بيبا وجورج بيقعدوا عند بيت جدتهم وجدوهم بيج، ونتعرف على دجاج جدتي بيج، جميمة، سارة وفانيسا، وكمان نيفل الديك. ولو كنت اتفرجت على بن وهولي كويس
الدجاج ده هيبان لك مألوف جدا، هما نفس الدجاج اللي في مزرعة الأقزام في بنو هولي، نفس الألوان، نفس التصميم، حتى نفس النقشة المتعرجة على نيفل الديك اللي تقدر تلاحظها في حلقة الدجاج يركب الغرب. دول مش دجاج شبه بعض، دول نفسهم بالضبط. ده نفس نموذج الدجاجة بالضبط اتحط في برنامج تاني. في اللحظة دي الموضوع مش مجرد تداخل بين البرامج، ده هروب دجاجة من غير رقابة من مزرعة الأقزام على طول لجنان تيتا بيج. زي ما احنا عارفين بن عايش مع عيلته جوه شجرة الأقزام الكبيرة، بس لما تبص على مطبخهم وبعدين تبص على مطبخ بيبا الموضوع بيبقى غريب جدا بسرعة. الشباك في نفس المكان بالظبط، البوتاجاز تحته على طول، الدواليب لونها أزرق شبه بعض، الترابيزة في النص، والأهالي قاعدين على الجنبين، والطفل في النص. التلاجة على اليمين وعليها مغناطيس الحروف، حتى زاوية الكاميرا شبه بعض بالظبط. ده مش مجرد مطبخين كرتون شبه بعض وخلاص، حد نسخ الغرفة ولزقها وغير الناس اللي عايشين فيها. مطبخ منهم جوه شجرة والتاني في بيت على تلة، بس من جوه هم نفس الغرفة. يا إما الأقزام جابوا مصمم ديكور بيبا، يا إما العالمين دول مرتبطين ببعض أكتر بكتير من اللي المفروض حد ياخد باله منه. في حلقة السلالم المتحركة عائلة بيبا كانوا بيجروا في محطة قطار ضخمة عشان يلحقوا القطر بتاعهم. بابا بيج وجورج لقوا نفسهم في مكتبة على جنب المحطة، ولو بصيت جوه المكتبة هتلاقي صورة واضحة للأميرة هولي معروضة، ودي مش أول مرة يحصل كده. شخصيات بنو هولي ظهرت قبل كده على فوف المكتبة وأغلفة الكتب والبوسترات في كذا حلقة. كأن المسلسلات دي بتستخدم القصص والصور بهدوء علشان تفتكرنا إن المملكة الصغيرة موجودة في مكان ما ورا حدود خريطة بيبا. ولو كنت شايف إن الصور على الرفوف كانت خفية، اللي جاي ده هيكون أعمق كمان. في كذا حلقة من بيبا بيج في صور متعلقة في براويز على الحيطان شكلها محدد زيادة عن اللزوم علشان تكون عشوائية. في حلقة محل الصور صورة جاستون الدعسوقة حيوان بنو هولي المحبوب بتظهر دائما وسط الصور المعروضة ومطبوعة هناك كأنه زبون عادي. في شقة فريدي فوكس في صورة قلعة في برواز على الحيطة شكلها بالضبط زي حاجة من المملكة الصغيرة. وفي حلقة الجوك بوكس الكاميرا بتوسع وبتكشف صورة كابتن ريدبيرد في برواز وهو على مركبه ومعاه بولي، والصورة متعلقة على حيطة النادي كأنها زينة عادية. صورة في برواز حقيقي لشخصية من بنو هولي متعلقة في عالم بيبا، كأن الشخصية مشهورة كفاية تستحق مكان على الحيطة، وبصراحة هو فعلا يستاهل. وأخيرا هنا في واحدة بتبدأ بتمثال قزم حديقة واحد وبتنتهي بتوصيلة كامنة. في حلقة بئر الأمنيات الجدة بيج جابت تمثال قزم حديقة بلاستيك للبيت، الجد بيج كرهه من أول لحظة، لكن بعدين مستر بول جه بعربية نقل وبقت توصيله كاملة من تماثيل الأقزام، وأول قزم فيهم نفس الشكل، نفس الدقن، نفس القبعة، شبه الملك ليوبولد بالضبط، المعروف أكتر باسم مستر قزم من بن وهولي، بس لونه مختلف شوية. ولما بقى التوصيلة وصلت واحد منهم كان نفس اللون بالضبط كمان. في بن وهولي مستر قزم هو شخصية بتتجول وبتظهر من غير دعوة وبيرفض يمشي. دلوقتي هو اتغير حجمه ودخل بهدوء في حديقة بيبا وابتدى يضايق الجد بيج. في حاجات عمرها ما بتتغير، وده كده كل اللي عندي. من كروت الكريسماس لتصميمات المطبخ، من ببغاوات القراصنة لأقزام الحديقة، العناصر المشتركة بين بيبا بيج وبن وهولي موجودة في كل مكان، وكل ما تدور أكتر هتلاقي أكتر. انهي واحدة فاجأتك أكتر حاجة؟ قول لنا في التعليقات، وزي دايما هنشوفكم في الفيديو الجاي.